السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحه وخير. النهارده هعمل معاكم ريفيو بسيط وسريع وسهل، ان شاء الله تستفيدوا منه وتشوفوا تجربتي في منظف الاطباق اللي انا اشتريته جديد. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انزله، وتدعموني وتشجعوني اكبر القناه. نسمي الله. زي ما انتم شايفين النهارده انا جايبه منظف اسمه برايت. ده انا اول مره اجربه. انا جربته يعني قبل كده، بس انا اول مره اشتريه. قلت اجربه واقول لكم على تجربتي معاه، بما اننا عارفين دلوقتي ان اسعار الاقراص او المساحيق عموما بتاعت غسالات الاطباق بقت سعرها عالي او مش موجوده في السوق. يعني زي ما احنا عارفين. فانا جبت المزيل ده من ماي واي، هو بريحه الليمون واسمه برايت. زي ما انتم شايفين كمان مكتوب عليه في الجزء الاصفر ده ان هو جل منظف لازاله الدهون وملمع ومساعد شطف وبديل ملح. طبعا زي ما احنا عارفين الاقراص برضو بيبقى مكتوب عليها كده لو هي 3 في 1، ولكن لو هي في 2 في 1 بيبقى مفيش فيها الملح. بس برضو احنا لو الغساله احتاجت ملح او احتاجت زيت، مش بنعتمد على المسحوق اللي احنا بنحطه سواء راس او جل. لا، طالما اللمبه بتاعت الغساله نورت سواء ملح او جل او ملح او زيت، لازم نحط، ما نعتمدش على الاقراص بس. انا جبته وقلت اجربه واشوف يعني لو هو كويس، وهو سعره مناسب بصراحه ب 140 او 150 حاجه زي كده. قلت لازم اجربه واشوف يعني هل هو يعني يجي منه نجيبه تاني، ولا خلاص نرجع للاقراص الغاليه. وكمان احنا مش لاقيينها كمان زي ما انتوا عارفين. انا قلت اجربه معاكم واشوفه. بصراحه هو سعره مناسب ومتوافر، ومن شركه ماي واي تقدري تجيبيه يعني من اي حته. ماي واي متوفره في كل مكان. هو كمان يعني كميته حلوة، يعني لتر. فيعني على سعره حلو قوي. انا حطيت المواعين في الغسالة وقلت بقى اجربه واشوفه. انا مش اول مرة اجربه، بس انا هجربه قدامكم علشان اوريكم بقى ايه نظافته. هو انا بصراحة استريحت له وكويس ومناسب للسعر ويعني مش وحش بصراحة يعني. انا اهو زي ما انتم شايفين كل الحلل والصواني والكوبايات وكل حاجه والاطباق هحط بقى منه في الدرج بتاع المسحوق. هملاه يعني. بصوا انتوا حتى هتشوفوا هيطلع منه حبه كده كمان لبره، يعني ما تملوش اكتر من اللي انا زي ما وريتك كده. وبعد كده هبتدي اشغل الغساله على برنامج الايكو. انا بحب استخدم على برنامج الايكو عشان هو موفر للكهرباء، فيعني بحب استخدمه. وبرضه مش هعلم على التابلت علشان هو مش، احنا مش حاطين قرص. بس هعلم على الرف الفوق والتحت، يعني فاهمه، عشان احنا حاطه انا في الرفين. ومش هعلم على اي حاجه تاني من اللي موجودين دول، وهشغلها. وبعد ما تخلص خالص هوريكم مستوى النظافه بتاعه المسحوق ده شكله عامل ازاي. بصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني انا عجبتني مستوى نظافته. دي زي ما قلت لكم مش اول مره استخدمه، بس حبيت استخدمه قدامكم عشان اوريكم مستوى نظافته عامله ازاي. بصراحه مش بيطلع المواعين ليها ريحه زي اقراص معينه يعني كده. مش بيطلع المواعين لسه فيها صابون تاني. لا، جميل حلو، مطلع المواعين نظيفه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بتلمع، مش محتاجه ملح ولا زيت. بس انا اصلا حاطه ملح وزيت في الغساله. يعني انا حابه اقول لكم تجربتي للبرايت من ماي واي. لو حابين تجربوه تستخدموه، حتى جربوه مره يعني شوفوه. لو انت مش لاقيه المسحوق بتاعك، الاقراص بتاعتك اللي انت بتستخدميها، لو لقيتي ده قدامك بديلها هاتيه، ما تقلقيش منه يعني. وهيطلع لك زي ما انتم شايفين المواعين نظيفه جدا، وعلى سعره بصراحه ممتاز جدا جدا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم والريفيو البسيط ده عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم يا ريت تسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. ولو حد فيكم جربه برضو يكتب لي في التعليقات ايه تجربته وايه رايه للمنتج برايت من ماي واي. يعني استخدامكم ايه معاه. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامة.